بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تشرفنا بزيارة مدرسة القبس في 18 من أبريل 2017، وحظى أيضا بدعوة من الفاضلة المشرفة التربوية، حيث كان لها في اللقاء مع مديرة المدرسة. وأيضا حضرنا حصة نموذجية تطبيقية للصف الأول مع الأستاذة علياء ثروت، فكانت حصة متميزة تميزت أيضا باستراتيجيات تدريس متنوعة واهتمام بمستوى التلاميذ في مهارتي القراءة والكتابة. وأيضا حضرنا مشغل تربوي للإنماء المهني من تقديم الأستاذة أسماء من مدرسة النماء. المدرسة متميزة بما فيها من الإدارة التربوية ومعلمات المدرسة، وخاصة معلمات المجال الأول، مشرفة واعية وقادرة على تسيير دفة الأمور من حيث أيضا مناهج الصفوف من الأول إلى الرابع. المدرسة متميزة بكل ما فيها، ونقدم شكرنا وتقديرنا لإدارة المدرسة، للمعلمات المتميزات، وأيضا للمشرفة التربوية، ولكم الشكر الجزيل. اسمك؟ الاسم عدنان بن خير بن شنين المكدمي، مشرف أول مجال أول بدائرة الإشراف التربوي، وزارة التربية والتعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة كان لنا الشرف الكبير أن تشرفنا بزيارة مدرسة القبس في محافظة شمال الباطنة في ولاية صحم، وتشرفنا بلقاء إدارة المدرسة ومعلمات المدرسة. حقيقة تتميز المدرسة بوجود مجموعة من المعلمات المتميزات، وعلى رأسهن أيضا مديرة المدرسة التي تدير هذه المجموعة وهذه الكوكبة من المعلمات القديرات. حضرنا موقف تعليمي في اللغة العربية عند الأستاذة علياء ثروت، فكانت الحقيقة الحصة جدا متميزة، بالإضافة إلى وجود مما انعكس على مستوى التحصيل للطلاب، وجود أيضا مجموعة أيضا من المعلمات المتميزات في المدرسة، ومشاركة المدارس الأخرى من المحافظة، لا سيما مدرسة النماء التي قدمت ورقة عمل متميزة. أيضا نتمنى للجميع التوفيق والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا ننسى في هذه اللقطة أو في هذا الموقف دور المشرفة التربوية الأستاذة الشيخة السعدي، التي دائما ما تثبت بجدارتها ومهارتها أنها بالفعل أنها هي قادرة أن تدير هذه الكوكبة من المعلمات على مستوى محافظة شمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. محدثتكم شيخة بنت عبد الله بن مرهون السعيدية، مشرفة مجال أول. سعدت كثيرا بإشرافي على مدرسة القبس الخاصة. كل الشكر والتقدير لإدارة مدرسة القبس الخاصة الأستاذة منى عبد المنعم. كل الشكر والتقدير للمبدعتين الرائعتين الأستاذة زينب والأستاذة علياء ثروت على الاهتمام البالغ والشديد بالمستويات التحصيلية للطلبة، ومبارك لهم ما أنجزوه وما حصدوه من جوائز هذا العام والأعوام السابقة. وأتمنى مزيدا من التقدم بإذن الله تعالى، وتظاهر هذه الجهود للنهوض أكثر وأكثر بالمستويات التحصيلية. مبارك لهم ما قدموه، ومبارك عطاؤهم المميز، وإلى الأمام دائما وأبدا. القبس الخاصة قبس من نور. مدرسة القبس الخاصة من المدارس التي يشار إليها بالبنان، فهي متقدمة ومتميزة في البرامج التي تقدمها والملتقيات والدروس التطبيقية التي تقدمها. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على روح العمل الفريق الواحد، فهذه تدل على قيادة حكيمة من مديرة المدرسة والمعلمات المتواجدات في المدرسة، وكل الشكر والتقدير لهن مني خاصة.
بارك الله فيكن وإلى الأمام والتميز دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولي أمر الطالبة سمية خالد المعمري. أشكر مدرسة القبس بداية بالمديرة والطاقم التدريسي كامل، الأستاذة عليا والأستاذة سهير والأستاذة زينب، واعتذر إذا نسيت اسم أو شيء من الطاقم التدريسي. ما شاء الله أشكركم على الجهد المبذول، وحتى بنتي شاكرة كثير على مستوى التدريس ومستوى الاهتمام عندكم واضح يعني كثير جدا، وإن شاء الله مواصلين معها الصف الثاني بسبب ما شاء الله التعليم الجيد معاكم والرعاية المستمرة سواء في البيت أو في المدرسة أو الاهتمام من المدرسات. وأشكركم مرة ثانية، ونلتقي إن شاء الله في مرة أخرى.